Can you do a horse? Good. Can you do a cat? How about a dog? Can you bark? How about a knock at the door? ازيكم؟ اكيد سألت نفسك قبل كده هو ازاي في طائر بريش وبيطير بيعرف يقلد صوتك بينطق كلماتك بيقولك مثلا صباح الخير؟ هو في حاجة اسمها كده اصلا؟ ما تيجي اما اقولك السر اللي ورا واحد من اغرب واذكى الكائنات على كوكبنا اللي هو اكيد توقعته، البغبغان. بص بقى يا سيدي، البغبغان مش بيتكلم زينا، يعني مش بيقدر يركب جمل ويختار كلمات، لا هو عبقري بس في التقليد. يعني لو كل يوم بتصحى الصبح تقول له ازيك يا حبيبي، بعد فترة هتلاقيه بيقول لك نفس الجملة اكيد 100% بنفس نغمة الصوت كمان، وممكن كمان في نفس التوقيت. تخيل ليه بقى؟ عشان عنده حاجة عبقرية اسمها السيرينكس، وده عضو الصوت عند الطيور. بس السيرينكس ده عند البغبغان متطور جدا جدا جدا، لدرجة انه يقدر يقلد اي صوت بيسمعه تقريبا. مش بس صوت انسان، لا ممكن جرس باب، ممكن قفلة شباك، ممكن صوت حيوان تاني اصلا. فاهمني؟ وبرضه هنرجع نسأل نفسنا سؤال تاني أغرب من الأولاني، ليه مش الطيور كلها بتعمل كده؟ هقولك ليه. لأن البغبغان عنده جزء مميز جدا في دماغه اسمه النواة الأمامية لتقليد الصوت. هو اسم كبير بس وظيفته بسيطة جدا جدا، بيسجل، بيخزن، بيعيد تشغيل الاصوات اللي بيسمعها. هما 3 حاجات بس، يعني زي ما تقول كده عنده استوديو تسجيل شغال 24 ساعه في دماغه. ده ربنا يعينه بجد. طيب هتسال نفسك سؤال دلوقتي، هو البغبغان ده فاهم هو بيقول ايه؟ لا بجد هو فاهم. الحقيقه مش بالمعنى الحرفي، هو مش بيفهم الكلام زينا اكيد، بس خلي بالك في شويه بغبغانات كده، خصوصا النوع الرمادي الافريقي، بيقدر يربط كلمات معينه بمواقف معينه، بيفهمها يعني بمعنى اصح. يعني مثلا بغبغاء بيقول اكل اول ما يشوف الاكل، هو مش بيفكر يقول لك انا جعان، بس هو ربط الكلمه دي بحاجه بتحصل حواليه وقرر يستخدمها اول ما الحاجه دي تحصل. طيب هو ليه اصلا البغبغان بيحب يتكلم؟ لان البغبغان ده كائن اجتماعي جدا في الطبيعه، بيعيش في مجموعات كبيره وبيستخدم الصوت عشان يتواصل. فلما يلاقي نفسه في بيت حواليه بشر بيتكلموا طول اليوم، فيقول لك ليه؟ طب ليه ما اتكلمش زيهم؟ ليه ما شاركش معاهم؟ وعلى فكره كل ما ترد عليه كل ما يتحفز اكتر ويقلد اصوات جديده اكتر. يعني انت السبب في كل كلمه هو بيقولها اصلا. الخلاصه ان البغبغان مش مجرد طائر بيقلد، ده كائن ذكي حساس وبيحب يكون جزء من العيله اللي انت منها. بس خلي بالك لو اتعلم كلمه مش كويسه هتفضل تتقال قدام الضيوف، قدامك، في بيتك، في اي مكان، وانت هتبقى في قمه الاحراج حرفيا. قول لنا في الكومنتات كده لو عندك بغبغان ايه اول كلمه قالها لك، ايه اول كلمه اتعلمها. وبس، لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، وهستناكم الفيديو الجاي. مع السلامه.